حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اتخطبت مرة والموضوع ما كملش وكانت أسوأ تجربة. يا ريت قال، هو ما قالش، هو لحد النهارده ما قالش. انا ما اعرفش، يعني انا كنت مخطوبة عادي زي اي بنت واتفسخت. ايه السبب؟ انا صدقيني اقسم بالله ما اعرف، برسالة ومش هو حد من اطراف عيلته. ليفل البجاحة وقلة الادب وقلة القيمة. فانت نايمة وعارفة ان فرحك كمان كام شهر وخطيبك ما اعرفش فين، فانت تصحي من النوم تلاقي نفسك في حتة تانية. في ايه يا جماعة؟ انت اتفسختي، ايه اللي حصل؟ خطيبك نفسه ما يعرفش، ان محدش عارف غيرهم. سنة ونص كاملين انهيار بعد الفسخ وعدم استوعاب وصدمة. صدمة ايه اللي حصل؟ انا اصلا عايزة حد يجاوبني. سنة ونص عقلي مش قادر يستوعب ايه اللي حصل. 3 سنين رافضة دخول لي اي علاقة او اي مجال او ان راجل يقرب مني. قالوا ان انا سحرت له، مش مؤمنين ان في حاجة اسمها حب، فلا دي سحرت له. اسحر ايه؟ عادي، هو حبني وحبيته. فهم اختاروا لا دي سحرت وفسخوا ومعرفش. هو اتدمر لحد اللحظه اللي احنا بنصور فيها، حياته متدمره. وانا ربنا كرمني لان انا كنت العنصر المظلوم. بس لما تكتشفي برضو في نص الحكايه ان الراجل اللي انت حبيتيه ما يطلعش راجل اصلا، دي كارثه تانية خالص. 3 سنين بعد الموضوع ده وقفت الموضوع خالص، ما ارتبطتش بحد، رفضت دخولي علاقات. تركيزي كله بقى على شغلي بس. مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتخطب. ظلمت نفسي في الحته دي. جالي ناس كتير قوي ندمانه دلوقتي، كانت كويسه جدا بليفلات مختلفه، وانا لا، انا ثابته على لا. ولا عريس، ولا حد يشوفني في شارع، ولا حد يعجب بيا، ولا حد يشير، لا. لدرجه عيلتي كامله الكلام ده السنه اللي فاتت قالوا لي لا مش هينفع. خلاص كنت قفلت 26، يعني انا وقفت حياتي من وانا 24 سنه. خلاص اتقفلت. عيله وشخص خلوكي تفقدي الثقه في كل الناس اللي من حواليكي، وخلوكي خلاص انت مش عايزه تدخلي. بعد ما الفسخ حصل انا بقيت لوحدي 6 شهور. انا بفكر، وكل اللي تيجي يعني يكلمك يقولك مش قلنا لك، لان ما كانش حد موافق عليهم اصلا. كل العيله تما وكل القرايب كانوا معترضين تماما على الافراد الاسره دي، مش على الولد بس، على افراد اسرته. وانا كنت لا، ازاي؟ دول كويسين، دول فاينلي كلام اهلي طلع صح. فلما جيت اتكلم مش قلنا لك، العتاب ده للمحبه. صاحبتي زعلتني بقى عليها فهعتبها. العتاب ده الاهل، لكن عتاب لناس مؤذيين غلاويين اذوني بدون اسباب. انا مش بتمسكن او مثلا بقول لك حاجه عكس اللي حصل، لا. الناس دي لو قعدت قدامي وسالتهم انا عملت لكم ايه، هم ما عندهمش اجابه. هم طالعين على خراب، طالعين من الاول ياذوني نفسيا تحت بند ايه؟ غيره وحقد. غير بقى خدي قله قيمه قوي. بعد موضوع الفسخ الناس ما سكتتش، اللي يتصل واللي يشتم مستنقع. انت وقعتي مش في ناس تعرف اخلاق، انت وقعتي في مستنقع. بعد الموضوع ده جابوا لي شيوخ الدنيا تقرا عليا عشان ما حدش ما انا قطعت بقى. كنت تعبت، كان هيجي لي السكر من التعب. رقدت مكاني في السرير، ما باكلش ما بشربش، وهم عايشين حياتهم عادي. هم اللي اشتغلوا السحر مش انا. بدون دخول في تفاصيل، عن طريق حد المعلومه وصلت لي واتاكدت فعلا ان هم عاملين لي هناك، وما فرقش معايا لان هم مشوا في ضري، بس ربنا مش انه ينفعني، لان اللي عايزه ربنا هو اللي هيتم في الاخر. اقعدي اعملي اسحار من هنا لبكره، ما هم عملوا، استفيدوا ايه؟ ابنهم اللي ضاع وانا نجحت. انا هنا انت مستضيفاني بتصوريني، مش عايزه اقول لك الوضع عامل ازاي. فكده كده الساحر كده هتخرب عليه هو في الاخر. ولكن كشخص كعلاقه في وقتها انا اتحبيت بطريقه اي ست في الدنيا تتمناها، بكل المراحل، بكل الاهتمام، ببوكيهات الورد، الديت ده والنزول على الرجلين، الشو اللي بيتعمل، الخطوبه، الورد، الهدايا. مش قادره اقول لك لو رجعت ظهري المخده تتحط لي، لا انا اتعززت جامد. ما هو الغير اللي هو اللي عمل ده، الغيره ما نيمتهمش بالليل. اكتر فتره لما بفتكرها هي الفتره بعد الموضوع ده، ان انا كنت لوحدي، ما حدش قال لي مالك، ما حدش قال لي مثلا طب ما تزعليش، طب انت كويسه. الناس كلها هاجمتني كأن انا السبب، مع اني انا اصلا مش عارفه حاجه، فاهمه؟ يعني انا وقتها بجد ما عملتش حاجه واتاذيت وبسمع كلام ملوش لازمه. ما حدش طبطب عليا، ما حدش مثلا قال لي طب ما تزعليش، طب خير، طب لا كله بقى. انا حسيت ان انا لوحدي، يعني جالي شعور الوحده لدرجه انا والله ما هخلي